انا علي قصب، عضو بمجلس جماعه فاس. كما تبعتوا معنا اليوم كاين هناك واحد النوع من الاستمراريه في التخبط ديال التدبير ديال دوره ماي 2025. مساله اساسيه اللي ممكن ناكد عليها هو ما يرتبط ببرمجه الدوره يوم الجمعه، وهذا الشيء عنده سبب واحد، هو انه عدد ديال الاعضاء طرحوا اسئله كتابيه في اطار واحد التمرين ديمقراطي من اجل توسيع هامش النقاش والتداول حول القضايا ديال الشان العام والشان المحلي. المشرع والقانون التنظيمي 113 14 الخاص بالجماعات واضح. كاين نقط في جدول الاعمال واللي ممكن كتعرضها اما سلطه الرقابه الاداريه، اما السيد رئيس المجلس بمعيه اعضاء المكتب، اما ممكن الساده والسيدات يطرحوا نقط في جدول الاعمال. وكاين الاليه الاخرى واللي هي اليه مهمه جدا، هي اليه الاسئله الكتابيه. فتصوروا معي انه عدد من الاعضاء طرحوا اسئله كتابيه في 3 و4 في الشهر. السيد الرئيس بمعنى انه باش يتهرب من العمليه ديال الجواب وديال التفاعل في اطار هذا التمرين الديمقراطي الرائع واللي ممكن انه يقوي لنا الديمقراطيه المحليه والنقاش المرتبط بتدبير الشان المحلي، كيدير الدوره نهار جوج. بمعنى حيت ما يمكنلوش يديرها نهار واحد لانه كان فاتح ماي، وما يمكنش وما يمكنش يديرها 3 و4 لانه كاين الويكاند. بالتالي الا بقى حتى 5 في الشهر غيكون مضطر انه يجاوب على الاسئله الكتابيه اللي هو عنده واحد التفسير ضيق وغير مفهوم وغير قانوني. الماده اللي كتقول شهر قبل يعني الطرح ديال الاسئله والوضع ديال الاسئله يجب ان يكون شهرا قبل النهار ديال الدوره. فبالتالي اعتقد ان هذا سلوك اخر يثبت بشكل ملموس بما لا يدع مجالا للشك ان السيد الرئيس فشل في تدبير شؤون هذه المدينه، ولا زال يعالج الخطا بالخطا. وانتم شفتوا على مستوى عدد ديال النقاط، لا هذه اجلناها، لا هذه غتاجل، لا هذه حتى نصوتوا على الليله الاخرى. بمعنى حتى على مستوى الاورغانيغرام وعلى مستوى الترتيب ديال جدول الاعمال وديال النقاط الوارده في جدول الاعمال ما كاينش هناك انسجام، ما كاينش هناك تناغم. السيد ما عارفش راسو شنو كيدير. فبالتالي اتصور انه لا زالت الوضعيه كما هي عليه، لا زال التخبط هي اللغه السائده من داخل تدبير المجلس. انتم تتشوفوا اليوم تصويت على نائب رئيس مجلس الجماعه، واللي هذا الشيء عامين سنتين وشحال ديال الدورات، وانتم كوسائل الاعلام والمواطنين تبعوا هذه الحاله ديال التخبط وديال الشد والجذب من اجل التصويت على نائب الرئيس، واليوم يصوت عليه ب 30 عضو، علما ان الاغلبيه يدعي الرئيس ان فيها 60. فين هما هاد الاعضاء؟ فين هما هاد العضوات؟ فين هو هاد الحضور؟ فين هو هاد بمعنى انه كاين اشكالات حقيقيه. للاسف هذا الشيء تينعكس بشكل مباشر على المدينه، تنعكس على الصوره ديال المدينه، تنعكس على مستوى الخدمات ديال المدينه. هذا الشيء اللي ممكن نقول مرحليا اتصور ان الدوره غتبقى مفتوحه، لانه يستحيل بالبت والمطلق انه ذاك الكم ديال النقط في جدول الاعمال غادي نختموه يعني ونناقشوه في هذه الحصه الصباحيه. اذا غنمشيو الاثنين او الاسبوع المقبل، وانذاك سيكون لنا حديث في عدد من النقاط اللي خلق مشكل حقيقي، واللي ربما السيد الرئيس يدبرها بمنطق غير واعي، بمنطق غير معقول، واللي ممكن واللي ما يمكنش باي حال من الاحوال انه حنا كاعضاء وعضوات مقلدين ومقلدات بالامانه ديال الاصوات ديال المواطنين والمواطنات اننا غنقبلوها. فبالتالي ادعوكم وادعو كل وسائل الاعلام الى مواكبه يعني الدوره القادمه، الجلسه الثانيه من هذه الدوره ان شاء الله في غضون الاسبوع المقبل، في انتظار ان يعلن السيد الرئيس على التاريخ المحدد.